السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عالم الرياضة. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. المنتخب المغربي يستضيف النيجر بمركب مولاي عبد الله. مع التفاصيل. علم موقع سبورت 7 من مصدر مطلع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستبرمج مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره النيجري ضمن تصفيات كأس العالم لسنة 2026 يوم 5 من شهر شتنبر القادم. وقررت الجامعة وفقاً لمصادرنا إقامة مباراة المغرب والنيجر على أرضية مركب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط بحكم ضرورة اختبار الملعب قبل تسليمه للكاف، فضلاً عن صعوبة إقامة مباراة ودية آخرى خلال هذه الفترة بسبب تزامنها مع تصفيات كأس العالم لسنة 2026. هذا وتعهدت الشركة المكلفة بتشييد مركب مولاي عبد الله بإنهاء كافة الأشغال في شهر أغسطس القادم، مما سيمكن الجامعة من برمجة مباراة المنتخب المغربي خلال التوقف الدولي القادم على أرضية الملعب. تجدر الإشارة أن المنتخب المغربي يحتاج لنقطة وحيدة لضمان التأهل بشكل رسمي إلى مونديال أمريكا.